السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى كاملين تكونوا بخير. مرحبا بكم خوتي في القناة ديالكم. إذا ألف مبروك للمنتخب الجزائري، التأهل ديالو لنهائيات كأس إفريقيا اللي غادا تنظمها إن شاء الله المغرب مطلع دجنبر 2025 وبداية يناير 2026. المنتخب الجزائري اللي حسم التأهل ديالو اليوم لنهائيات كأس إفريقيا بعد الفوز ديالو على منتخب الطوغو إيابا بهدف ل0. الهدف اللي سجلو اللاعب رامي بن سبعيني بالدقيقة 17 عن طريق ضربة جزاء وعلى بعد مقابلتين من نهاية هد الإقصائيات. إذا أصدقائي، المنتخب الجزائري ب 12 نقطة كيتأهل للنهائيات بعد الفوز ديالو على غينيا الاستوائية بهدفين ل0 والفوز على منتخب ليبيريا بثلاثة الأهداف ل0. كذلك الفوز على منتخب الطوغو ذهابا وإيابا، ذهابا بخمسة الأهداف الهدف واحد وإيابا هدف 0. إذا المنتخب الجزائري هو ثالث منتخب كيتأهل لنهائيات كأس إفريقيا بعد تأهل ديال المنتخب بوركينا فاسو بالأمس، كذلك تأهل ديال المنتخب الكاميرون اليوم. منتخب بوركينا فاسو اللي تأهل بالأمس النهائيات بعد الفوز ديالو على منتخب بوروندي بجوج ديال الأهداف ل0، المباراة اللي تلعبت بالأمس الأحد. كذلك منتخب الكاميرون اللي فاز اليوم على منتخب كينيا بهدف ل0. كذلك عدة مباريات جرت اليوم برسم الجولة الرابعة لتصفيات كأس إفريقيا 2025. منتخب غامبيا اللي فاز على منتخب مدغشقر بهدف ل0. منتخب زيمبابوي فاز على منتخب ناميبيا بثلاثة ديال الأهداف الهدف واحد. منتخب غينيا الاستوائية فاز على منتخب ليبيريا بجوج ديال الأهداف الهدف واحد. ومنتخب الجزائر فاز على منتخب الطوغو بهدف ل0. كذلك مباراة أخرى برسم الجولة الرابعة تجرى حاليا، المباراة كتجرى بين منتخب إستواني ومنتخب الموزمبيق. إذا غدا إن شاء الله منتخب ليسوتو غادي يواجه منتخب الغابون. المباراة غتكون على الساعة 5 مساء. كذلك في نفس التوقيت منتخب السنغال غادي يواجه منتخب الملاوي، ومنتخب تشاد غادي يواجه منتخب زامبيا، منتخب السودان غادي يواجه منتخب غانا، منتخب تنزانيا غادي يواجه جمهورية الكونغو، وجنوب السودان سيواجه أوغندا، النيجر أنغولا، بوتسوانا ستواجه الرأس الأخضر، وسيراليون سيواجه منتخب كوتيفوار، منتخب موريتانيا سيواجه منتخب مصر، والكونغو سيواجه جنوب إفريقيا، وليبيا ستواجه نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى ستواجه المنتخب المغربي. المباراة إن شاء الله اللي غادي تكون على الساعة 5 بتوقيت المغرب، واللي غادي تجرى بالملعب الشرفي بوجدة. كذلك مباراة جزر القمر وتونس في نفس توقيت مباراة المغرب. إذا أصدقائي، إلى هنا يكون هذا الفيديو قد وصل إلى نهايته. أتمنى منكم أن تشتركوا في قناتنا وتفعلوا خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديد في هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.